السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. لسه خلصان من شويه ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد في مفاجاه غير متوقعه بيكسب النهارده ليفربول 2-1 على الانفيلد لاول مره من 2016. تخيل بقالهم بتاع 9 سنين ما بيكسبوش في الانفيلد، النهارده بيكسبوا بوجود ارني سلوت المحظوظ على حد قول ابو تريكه. يعني ابو تريكه يوم 18/9 اللي فات ده قال تصريح مهم جدا، قال ان الفريق الوحيد اللي قادر على ايقاف ليفربول هو مانشستر يونايتد. طبعا ليفربول اصلا واقف بقاله 3 ماتشات وعطلان، لكن النهارده تتكلم في ان مانشستر يونايتد اصلا مستواه واقع جدا، عمال يخسر من طوب الارض، ما بيجمعش اي نقط، الدنيا معاه مش على ما يرام نهائيا. يعني طلع من كاس الاتحاد، الحياه معاه مش كويسه خالص، ومع ذلك النهارده بيكسب وبيعمل ماتش عالي جدا على ليفربول، فاللي هو في حاجه غلط. الفكره بقى كلها في ان ابو تريكه حرفيا يا جماعه ما ينفعش نستقل بتصريحات واحد زي ابو تريكه. ده واحد لعب كوره وكان من اعظم من لمس الكوره في تاريخ مصر تقريبا، فما ينفعش تيجي تقول لي اصل ابو تريكه ما بيفهمش كوره. يعني ما ينفعش تقول لي اصل ابو تريكه بيفرقع تصريحاته وخلاص. لا، انا شايف ان تصريحات ابو تريكه كلها منطقيه، يعني خصوصا على واحد زي ارني سلوت. هو من اول الموسم بيقول لك ان ارني سلوت محظوظ، ولو اول ما يقابل فرقه تقيله هيقع، وده اللي حصل حرفيا. اللي هو انت كسبت ماتش ارسنال ازاي؟ اصلا كسبته بجول سوبوزلاي من ضربه حره، اللي هو اصلا لو اتعادت 100 مره مش هيجيبها. فاللي هو بص، ابو تريكه ما ينفعش يسلم تصريحاته، خصوصا تصريحاته مع الفرق الكبيره. ابو تريكه قبل كده كان مراهن محمد سعدوني الكواري في الاستوديو، قال له لو مانشستر يونايتد كسبت النهارده خسرت النهارده هدي لك تيشيرت ممضي من صلاح، كان تيشيرت ليفربول. وبالفعل في اليوم ده مانشستر يونايتد كسب ليفربول. فابو تريكه فاهم كويس جدا اللعبه رايحه فين وجايه منين، وده واحد يا جماعه بقول لك من اعظم من لمس الكوره في التاريخ تقريبا. تيجي تقول لي اصل ابو تريكه بيفرقع تصريحاته وخلاص؟ يا عم صباح الفل، هو لما ابو تريكه ما بيفهمش كوره انا وانت اللي هنفهم كوره؟ ما تروق كده يا صاحبي. وخصوصا الجماعه بتوع تشيلسي دول يركنوا على جنب يعني. وبرده اللي هم مواليد حواري ليفربول زعلانين قوي من كلام ابو تريكه على سلوت. يا عم صباح الفل، بتشوف فرقتك عامله ازاي. بصراحه انا شايف ان ابو تريكه لحد دلوقتي موفق جدا في تصريحاته، ما بيقولش تصريح كده وخلاص. الفكره كلها اللي انا جاي اكلمك عليها النهارده، انا من اول ما عملت فيديوهات تقريبا وانا بقول ان ليفربول مش هيكمل على الدفاع ده. ليفربول باي شكل من الاشكال مش هيكمل على الدفاع ده، ولا هيسد معاه لا في دوري انجليزي ولا في دوري الابطال، وده اللي بيحصل. دفاع ليفربول مخوخ تماما، مش موجود. تروح تجيب لي فريمبونج ظهير هجومي، كيركيز ظهير هجومي، ونسيت خط الدفاع حرفيا، وبتلعب باثنين عواجيز في خط الدفاع اذا كان كوناتي ولا فان دايك. رحت تدعم من خط الوسط ودعمت الهجوم ونسيت خط الدفاع. فلا طبعا ليفربول مستواه سيء جدا، ولو ما تغيرش الفكر المدرب بتاع العافم بتاع ارني سلوت، لا ليفربول هيطلع موسم صفر طبعا، مش هيعمل اي حاجه الموسم ده. بس ويا رب صلاح يفوق.